السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تالتة إعدادي عاملين إيه؟ معاك مستر أحمد عبد الفتاح. النهاردة يا جماعة هنراجع مع بعض أهم الأسئلة الاختياري الأكثر تكرارا في المحافظات. طبعا في الأسئلة الاختياري في نوعين اتنين عشان تبقى عارف، في أسئلة منهج اللي هي من عندك من المنهج أو موجودة في المنهج، ودي اللي أنا هراجعها النهاردة. دي الأسئلة اللي أنا هراجعها هتكون اللي هي اتكررت في الامتحانات كتير أو الأكثر تكرارا في الامتحانات في الفيديو ده. النوع الثاني وهي أسئلة تراكمية هنعملها فيديو لوحدها. فالسؤال الاولاني اللي بيجي لك بيبقى فيه منه منهج وفيه منه تراكمي، فالفيديو بتاع النهارده هيبقى منهج، وهننزل فيديو تاني للاسئله التراكميه سواء جبر او هندسه. كمان موجود على القناه هنا تلخيص لمنهج الهندسه كله في فيديو واحد، في اهم مسائل البرهان في المنهج كله، في امتحانات متوقعه بالنظام العادي ونظام البوكلت، كل ده موجود على القناه. لو انت اول مره تسمعني ما تنساش تعمل اشتراك ولايك لكل فيديو تسمعه عشان يوصلك كل فيديوهاتي بسهوله. تعال نبدأ كده ونشوف أول سؤال معانا إيه في الأسئلة الاختياري. طبعا إحنا متفقين الفيديو ده هنحل فيه أهم الأسئلة الاختياري اللي بتتكرر في الامتحانات. أول سؤال معانا هنا بيقول دائرتان طول نصفي قطريهما الأولاني 3 والثاني 7، يعني نق 1 ب3 ونق 2 ب7. تكون متماستين إذا كان البعد بين مركزيهما ينتمي الفترة إيه. طبعا هنا كلمة متماستان في من الداخل وفي من الخارج، فلو احنا بنتكلم على اللي هما متماستان من الداخل او متماستان من الخارج هيبقى الوضع ايه؟ ميم نون هنا لو من الداخل ميم نون بنطرح نقول 7 ناقص 3 وهيطلع معانا 4، ولو من الخارج بنجمع 3 زائد 7 بيكونوا 10. يبقى احنا هنا عند العددين دول بس اللي هو الأربعة والكام؟ الأربعة و10. في أعداد تانية؟ لا، ما هما هنا 4 بالظبط أو 10 بالظبط، مفيش حاجة ما بينهم. فعلشان كده هنختار من الاختيارات دي اللي هي المجموعة. المجموعة 4 و10، المجموعة 4 و10، يبقى أنا عايز 4 بس و10 بس. ده بالنسبة لأول سؤال معانا. السؤال التاني يا شباب بيقول قياس الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة يساوي إيه؟ وده سؤال بيتكرر كتير جدا. أنت عندك دايرة أهوت، وهنعتبر إن ده كده نصف قطر، اعتبر ده قطر اللي هو أ ب ده اسمه قطر. الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة يعني مرسومة هنا كده، الزاوية دي يا جماعة بتكون زاوية قائمة، يعني الزاوية دي كده بتكون زاوية قائمة، فعلشان كده قياس الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة بتكون 90 درجة أو بتساوي 90 درجة. تمام. ده بالنسبة للسؤال الثاني. السؤال الثالث بيقول لي هنا الزاوية الممسية هي زاوية محصورة بين، لو احنا رسمنا زاوية ممسية يا جماعة بتلاقي إن الزاوية الممسية ديت عبارة عن وتر هنا ومماس، فهي محصورة بين ايه؟ محصورة بين وتر وبين مماس كده. فأنا دايما بقول إن الزاوية الممسية وتر زائد مماس، وتر زائد مماس، فهنختار في الاختيارات دي وتر ومماس. ده كده بالنسبة لأول 3 مسائل معانا. تعال نكمل باقي المسائل، ويا ريت تكون بتكتب الأفكار ديت لأن فعلا أفكار مهمة جدا. بعد كده السؤال رقم 4 بيقول لي أ ب ج د شكل رباعي دائري فيه قياس زاوية أ 60 فإن قياس زاوية ج. أنا عندي هنا شكل يا جماعة رباعي دائري أ ب ج د. الشكل الرباعي الدائري زي ما احنا عارفين فيه كل زاويتان متقابلتان متكاملتان، يعني ديت ودي بيكملوا بعض. فأنا لو عندي أ 60 يبقى زاوية ج دي كام؟ فأقول له هنا قياس زاوية ج عشان نطلعها عبارة عن 180 ناقص 60، 180 ناقص 60 120 درجة، يبقى المفروض ده اهي 120 درجة. لأن الشكل الرباعي الدائري كل زاويتان متقابلتان فيه متكاملتان. بعد كده عدد محاور التماثل في نصف دائرة بيساوي كام؟ عدد محاور التماثل في نصف دائرة 1. وعايزك تاخد بالك من الملحوظة دي. عدد محاور التماثل في الدائرة وعدد محاور التماثل في نصف دائرة. عدد محاور التماثل في الدائرة عدد لا نهائي اهو، عدد لا نهائي. عدد محاور التماثل في نصف دائرة 1 بس. السؤال رقم 6 بيقول لي هنا إذا كان المستقيم مماثلا للدائرة التي طول قطرها 8 فإنه يبعد عن مركزها قد إيه؟ إحنا عندنا دايرة ببساطة خالص، عندنا دايرة يا جماعة طول قطرها 8، يعني القطر ده أ ب ده أهو 8،
يبقى نصف قطر كام؟ لو هنا ميم نصف قطر ده 4 وده 4. المماس انه بقى فانه المماس ده يبعد عن مركزها قد ايه؟ المماس بيبقى هنا، خد بالك المماس يكون هنا كده، هنا مماس او من هنا مماس بيبعد عن مركز الدائره ده اهو 4 سم، يبقى نقول هنا 4 سم. ده كده بالنسبه للسؤال السادس. ركز، كل سؤال انا مختاره لك في الفيديو ده جاي في امتحان مره واثنين وثلاثه، فانا مجمع الاسئله الاكثر تكرار. يلا بينا نكمل، ما تنساش تكتب كل سؤال معايا. بعد كده يا شباب السؤال رقم 7 بالعدد الممسات لدائرتان متباعدتان. لو احنا عندنا دائرتان متباعدتان بالشكل ده كده لهم كام مماس؟ لو انا جيت رسمت لهم الممسات ادي 1 2 3 4، فدول 4 ممسات، فهنختار 4. فعشان كده عدد الممسات للدوائر انا جمعتها لك في التلخيص البسيط خالص ده. عدد الممسات دائرتان متباعدتان، دائرتان متمستان من الخارج، دائرتان متمستان من الداخل، متقاطعتان اهوت هنلخص كده متقاطعتان، وهنا بقى في متداخلتان. طيب اول حاجه هنبدا، لو دائرتان متباعدتان هيكون عدد الممسات 4، متمستان من الخارج بيكون 3، متمستان من الداخل 1، متقاطعتان 2، متداخلتان ومتحدة المركز 0. يبقى في حالتين 0 اللي هم متداخلتان ومتحدة المركز. احفظ عدد الممسات زي ما قلت لك، متباعدتان 4، متمستان من الخارج 3، من الداخل 4، متقاطعتان 2، متداخلتان ومتحدة المركز 0، ما لهمش ممسات. طيب نخش بعد كده، بيقول لي هنا عدد الدوائر التي تمر ب3 نقط ليست على استقامة واحدة. لو ليست على استقامة واحدة يبقى دائرة وحيدة. ال3 نقط يا جماعة، بالنسبة لل3 نقاط في منهم على استقامة وهنا ليست على استقامة. خلاص، اللي هم على استقامة، اللي هم على استقامة 0 0 مفيش أصلا، ما ينفعش نرسم دائرة تمر ب3 نقاط على إيه؟ على استقامة واحدة. لو 3 نقاط ليست على استقامة واحدة بيبقى دائرة اسمها دائرة وحيدة، حزينة، يتيمة، وهكذا. رقم 9 بيقول لي هنا لا يمكن رسم دائرة تمر برؤوس ايه؟ في مستطيل، مربع، متوازي اضلاع، شبه منحرف، متساوي الساقين. انا الاول لازم اقول لك يمكن ولا يمكن. اول حاجه يمكن رسم دائرة تمر بايه ولا يمكن تمر بايه. يمكن ب3 نحفظهم: مربع، مستطيل، شبه منحرف، متساوي الساقين. طيب جميل جدا. طب لا يمكن، لا يمكن بالآتي باللي هقول لك عليه ده كده. لا يمكن ب معين، متوازي أضلاع، شبه منحرف، شبه منحرف غير متساوي الساقين، شبه منحرف بس. شبه منحرف. فهنا السؤال بيقول لك لا يمكن، لا يمكن رسم دائرة تمر برؤوس مين؟ فطبيعي هختار هنا متوازي الأضلاع. كل سؤال انا بقول لك القاعده بتاعته زي ما انت شايف كده، فانت بتكتب الاسئله ديت راعي ان انت تكتب لي كل قاعده، ده ليك انت بتلخص كده اهم الاسئله ديت. فكل ما بكتب قاعده كده يا ريت تكتبها معايا من على السبوره لنفسك علشان تستفاد من الكلام ده. بعد كده يا شباب هنا بيقول لي ا ب ج د شكل رباعي دائري فيه قياس زاويه ا بيساوي 2 قياس زاويه ج، فانا قياس زاويه ا بيساوي كام؟ دي فكره حلوه جدا تتكلم على الشكل الرباعي الدائري. هنا زاوية أ وهنا باء وهنا ج وهنا د. زاوية أ ده اهي وزاوية ج ديت المفروض زاويتان متكاملتان، يعني زاوية أ لما أقول لك يا زاوية أ بتساوي 2 قياس زاوية ج، هستفاد منها إيه؟ أو اللي أنا هعمله أول حاجة هقول هنا زاوية أ على زاوية ج بتساوي 2 إلى مفيش حاجة هنا يعني 1. يعني أقول زاوية أ على زاوية ج النسبة بتاعتهم زاوية أ على زاوية ج بتساوي 2 على 1. فهنسمي دي مثلا 2 س وديت س واحدة بس. طب هما الاتنين مجموعهم كام؟ 180. يبقى هنا 2 س عشان النسبة بينهم 2 إلى 1، يبقى 2 س زائد س بيساوي 180. يبقى 3 س بتساوي 180. هنقسم على التلاتة، نقسم على التلاتة يبقى الس الواحدة ب60. طب هي زاوية أ نسبتها كام؟
زاوية ألف يا جماعة نسبتها 2، يعني أنا المفروض أقول كده زاوية ألف هتساوي 2 س، يعني 2 في 60 يعني تطلع 120 درجة. يبقى ألف ده إيه؟ 120، يبقى ديت فاضلها ب 60. ومنطقي جدا إن الألف تكون قد الجيم مرتين، فده التفسير بتاعها. ممكن نفس السؤال يا شباب يجي لك قياس زاوية ألف يساوي 2 قياس زاوية ج، 2 يعني قده مرتين. ففي الحالة دي أعمل إيه؟ أقول 3 على 1 يبقى 3 س زائد س بيساوي 180، يبقى 4 س بيساوي 180 نقسم على 4 تبقى 45 وتطلع زاوية ألف وهكذا. يبقى الفكرة ديت أنا شايف إنها من أهم الأفكار اللي لازم نذاكرها. بكده يبقى أنا خلصت لك أهم 10 مسائل اختياري منهج. لسه في أسئلة تراكمية هعمل لها فيديو لوحدها. نزلت هنا برضو أهم 10 براهين في المنهج، نزلت هنا فيديو ملخص للهندسة كلها، نزلت برضو على القناة هنا امتحانات متوقعة، يعني أنا مش سايب لك أي حاجة إلا لما بنزلها هنا. فأنت ليه ما تشتركش؟ اشترك بسرعة وكمل بقى معايا باقي المراجعات. وكمان في مذكرة خاصة بينا لو أنت محتاجها كلمنا على الرقم ده وتواصل معايا، هتاخد المذكرة ديت بمبلغ رمزي وأدخلك جروب واتس في مراجعات مهمة جدا للناس المشتركة معانا والناس اللي اشترت المذكرة. هنتابع عليها مراجعات مع بعض لحد يوم الامتحان. مع السلامة.